في البداية خلينا متفقين ان مفيش حد هيحبنا زي اهالينا، ولكن في اوقات بيتصرفوا تصرفات غلط بتأثر علينا بشكل سلبي في اعتقادهم ان دي حاجة ممكن تكون ايجابية. اول حاجة لازم تكلمهم ان دي حاجة بتضرك، ان دي حاجة بتحبطك ومش بتعلي من درجاتك، لا ده بتوطي درجاتك اكتر وبتخنقك وبتضغطك. خليك واضح معاهم وصريح. تاني حاجة وضح لهم ان دعمهم وتشجيعهم هيفرق معاك وان انت فعلا محتاج ده. تحاول تفهمهم بهدوء وجهة نظرك. من المهم برضو انك تكون شخص فعلا مجتهد مش بتجيب درجات عالية، لان اللي مطلوب منك هو فقط الاجتهاد. مش مطلوب منك ان انت تطير، ولازم تفهمهم ان انت تعمل كل اللي انت تقدر عليه. لكن انت لو ما بتجتهدش حاول انك تجتهد، وبالتوازي برضو تتكلم معاهم وتخليهم يشجعوا، وفهمهم ان التشجيع مش هيخليني نايم او هيكسلني، لا هو حاجة هتزقني لقدام وهتشجعني اكتر. حاول تقعد معاهم وتعملوا خطة وتحكي لهم والله انا بذاكر وبعمل اللي عليا بس مفيش نتيجة، طيب هو ده ممكن يكون بسبب ايه؟ وتتناقشوا وتعملوا خطة. لا والله ده انا طريقة مذاكرتي سين، لا ده الدكتور كان مال، وهكذا.